هذا توب مطاطي يا الاخوان، توب كيتيري لواحد الدرجة ما كتصوروهاش. كيتيري في طولو بلان مجلوبة وخدمة بالمال السطوق. بالنسبة لهاد التويبات هادو دائما كنعتمدو على هادا، كنرخفوها شوية ومن نكونو خدامين بريسناس في الصباط هنا كنحاولو حتى هو نفسوه برجلنا واحد شوية ونشدو الطرسال اللي كيكون دايز على الرقبة ديالنا مزيان حتى هو ميدوش مرخي بزاف. بهاد الطريقة كنتجنبو هاد المشكل ديال ان التوب يجينا ملومبي. ها هي الهبطة خدمتها، شفتو؟ هادي هي الهبطة ديالنا. دابا هاد التوابات اللي كيتيريو بزاف اللي كيخدموهم وكيوقعو فيهم داك المشكل اللومباج، كتجي فيها اللومباج. هادي باش نتجنبو هاد المشكل اللومباج وتجينا نخدمو التوب اللي كيتيري ويجينا على هاد الطريقة هكا. دائما وانا خدام كنهز الصباط برجلي شوية، وهاد الحركة كنديرها في المفتل، يعني اللي كنبدا به الاول هو اللي كندير به. الا جاني داك شتي اللي درتها في المفتل وبان لي التوب راه جاني فيه شوية ديال لامبي، كنديرها عاوتاني في الطرسال اللي كيجي من بعدو. صافي الا دوزنا هاد الطريسنات هادو بهاد الطريقة كما كتشوفو التوب كنوقفوه دابا مبقاش التوب كيتيري، لان الطريسنات هما اللي يحكموه. صافي كنكونو تحكمنا في هاد التويب هذا وعرفنا له الغش اللي فيه خاصو يكون فيه شديناه. يعني في المفتل والطريسنات الوالا كاين السر. الا دوزناهم مزيان بالطريقه اللي خصنا ندوزوهم بالطريقه الصحيحه، راه اللي كيجي من بعد كله كيجي ساهل. غادي نديرو ليها السفيفه ديالها باش ليبان السطوق والمرمى عريضه. نقلبو على الوجه، هو هذا الوجه. دابا غادي نديرو الخدمه ديال الطويق كيفاش كنخدم هاد الدورة ديال الكول. دائما الا كان عندنا شي حاجه ماشي هي هذيك بالنسبه لهاد السفايف الاعراضي، زعما الا هاد البلايصات هنا كنغطيوها بالسفيفه هنا تما هذاك الخلف ديال المفتل اللي حقناه. وهادي المرمى ديالنا كندوروها بهاد الطريقه هكذا، الابره دائما نازله هنايا. صافي راه كدور، هي راه كتحط راسها بوحديتها، شفتو؟ غادي نخدمولو الخديمة غير في الطويق كيما كتشوفو هكدا وفي الافتتاح. التطيحة ديالها دائما كنعتمد انني نرجع فيها بالعكس انايا. باش مكيخرجش لينا داك التوب من الوينة لتحت. داكشي علاش كنعتمد انني نرجع بها العكس، مكتخليش ليا داك الكشكاشة من تحت التوب. نديرو الجوج. غادي نحاول نخدموها بهاد الطريقة هاكا، غادي تشوفو كيفاش غادي تمشي.
غنديروها الي وروتور، يعني غادي نمشيو ونرجعو. نمشيو ونرجعو في نفس المكان، نرجعو من الداخل نشوفو الجوج كيفاش غادي يطلع معانا. بالنسبة لهاد الطريقة هادي أنا كنعتمد نديرها للسفايف اللي كيكونو الجناب ديالهم رقاق، أولا بحال هاد المرمات هاكا، ولا السفايف اللي كيكونو عاوتاني مخدومين ديال اللي كيكونو مثلا السفيفة ديال 3 د الوقيات كتكون غليظة، كتجي تامرة مع الطرسان على ظهرها، طرسان رقيق بزاف. إلا خدمنا بالطريقة العادية اللي كنخدمو بها الجوج دائما هما كتجي، يعني ملي كتخرج البياسة من يديك كتبان راه غادية مزيان، ولكن راه انفو كتبقى تصبن داك البياسة كيبقى يبان داك الخوا ما بين السفيفة والطرسان. فهمتوني؟ وعليكم السلام. يعني الطريقة ديال الجوج هادي كتبقى مضمونة البياسة، وخا مولاتها تديها وتصبن وتربي داكشي كتبقى الخديمة نقية وفي بلاصتها كيما كنقولو. شفتو معايا الجوج كي كتجي، الجوج محطوطة مع السفيفة مزيان. القنية السفيفة ديالنا هو هذا، شفتو. دابا هنا رجعنا بها وكنت خدمت عادي، راه كان في هاد البلاصة اللي هنا كاين الغلد كما قلنا مع الصابون مع داكشي بقى يبان لينا الثوب. غادي نديرو ليها حتى شي دبيبنا ان شاء الله بحول الله. اذا هذا هو الطويق ديالنا، وكنتمنى تكون الفكرة واضحة بالنسبة لداكشي اللي هضرنا عليه ديال الطلق. هانتوما كتشوفو الثوب كيتجبد بزاف، شفتو. شفتي الجيب فينا هو كيفاش كيدير لاستيك. يلا تبارك الله عليكم، معاكم مبروك.